مرحبا بكم في فيديو جديد. شاهد أبرز ما قاله الإعلام الكويتي عن تتويج المغرب كرة القدم رجال يفوز على المنتخب بالبرونزية في أولمبياد باريس. 6-0. استمع ولا تنسوا دعمنا والاشتراك ليصلكم كل جديد. كبيرة، المنتخب المغربي قدم نفسه. توقعنا المنتخب المغربي يوصل النهائي، لكن قاسية على المنتخب المصري، والله يعينهم على الصحافة المصرية من اليوم وباكر وعاد اخذ ايام. شوف الامانه خلينا نبارك للمنتخب المغربي، يستاهلون الف مبروك، ونقول لهم الف مبروك للمنتخب المغربي وايضا جماهير المنتخب المغربي، ونقول هارد لك فقط للجمهور المصري، لا اللاعبين لا الاتحاد لا الجهاز الفني ولا الاداري. اللي صار اليوم بالامانه كارثه في حق تاريخ الكره المصريه. انت اخسر نعم، ولكن قدم مستوى. حلو. اليوم مختفي اصلا. اليوم من بعد الهدف الثاني طبعا كنت مع احد الاخوان، احد مدراء كرة القدم في احد الانديه. نعم. كنا نشاهد المباراة بعد الهدف الثاني، قال ايش رايك ابو فهد؟ قلت له صدق يا فلان رايحه. قلت 3-4. انا قاعد اقول له حلو. قلت طلع 3-4 زين. قاعد اقول له، قال ليش؟ قلت لانه خلاص طلعوا من اجواء المباراه بعد الهدف الثاني. فتحت السبحه، انفتحت. ولاعبين لا احد يجيني يقول له زيزو والله مصاب فلان، لا المنتخب المصري ما عرف شلون اصلا يدير المباراه. حتى بعد الهدف الثاني من المفترض انه يركض، لا هم طلعوا من اجواء المباراه، تنفذوا. لو تشوف دخولهم على لاعبين المغرب كان بعنف في الامانه، حتى حصل احد اللاعبين بغى يحصل على الطرد، ولكن تعاون معاه الحكم، اعطاه الكرت الاصفر فقط في احد اللعبات على الخط الالتماس، في دخول عنيف جدا. فنقول لهم الف مبروك، المنتخب المغربي قدم مباراه كبيره. وايضا في نقطه لابد ان نحيي فيها مدرب المغرب، اخر ربع ساعه نزل اللاعبين الصغار كلهم اللي نزلوا، فمعناته ان اليوم في سجل هذا اللاعب انه لاعب المباراه اللي هي الثالث والرابع. صحيح. في اولمبياد باريس وتسجل باسمه. أكيد. في الامانه نحييهم ونقول لهم الف مبروك. وهذا انا دائما اقول اهم شيء في المنتخب اول ما تصمم الجهاز الاداري. نعم. اذا تعمل في جهاز اداري مخ نظيف وان اللعبه واهل اللعبه، نعم، صدقني تحقق انجاز. يا رب بتجاوز هذه وصلت هذه. وصلنا الختام. والله خش حكي انا وابو فهد، ما في بعد حكي يعني نطق نبارك حق اليوم. نبارك تبي تبارك تستاهل.